السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معاكم التحلية اللي راهي مدايرة ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي تحلية شوكولاتة دبي أو تحلية دبي. كما راكم تشوفوا معايا المكونات اللي راح نحتاجوها. أولا راح نحتاجو القطايف اللي راح نحمصوهم في القليل من الزبدة، ونحتاجو كريمة الفستق. أنا خدمتها في الدار. راح نخلي لكم رابط فيديو قصير تشوفوا طريقة تحضيرها. عندنا كمية من البيستاش اللي راح نزينه به. عندي كذلك كريم شانتيه. عندي 4 ملاعق نشا، وعندي 4 ملاعق سكر. راح نستعمل كذلك السكر في الكريمة الثانية. راح نحتاج فيها الحليب 4 أكواب. راح نحتاج كريمة سائلة خاصة بالحلويات. وراح نحتاج كذلك 200 غرام شوكولاتة للطبقة الثالثة. هنا في مقلاة راح نحط ملعقة كبيرة من الزبدة أو ملعقتين اللي راح نحمص فيها القطايف. هنا بعد ما تحمصت كما راكم تشوفوا مليح وخذات اللون الذهبي، نروح الآن نضيفوا معاها كريمة الفستق. نخلطوا المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس. نخلطه جيدا حتى تدخل هذه الكريمة مليح في الكنافة اللي حمصناها واعطيناها لون ذهبي. نجيبوا كؤوس تقديم أو ليفيغين اللي عندكم كما تحبوا. هذه التحلية راح تكون حلوة، وبالتالي إلا حبيتوا إلا كنتوا ما تحبوش الحلوات لازم ديروها في ديفيغين صغار. يعني هي تحلية حلوة وراح تشبع. مستحيل تقدروا تكملوا هاد الكؤوس كما اللي راكم تشوفوا فيها. كما راكم تشوفوا فيها راني نوضع في هذاك المزيج الأول كطبقة أولى للتحلية تاعنا، نعدلوهم هكذا بالملعقة. من جهة أخرى راح نحضروا الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن المحلبي متاعنا عادي. التحلية عادية اللي نديروها كامل. 4 كؤوس من الحليب نضيف لها 4 ملاعق نشا، ونضيف كذلك 3 أو 4 ملاعق سكر، كل واحد كيفاه يحبها، حلوة زايدة حلاوة ولا ناقصة، لكم الاختيار. كذلك راح نستعمل 3 ملاعق كريمة شانتيه، وراح نستعمل الكريمة السائلة لما نشوف الخليط نتاعي بدأ يعقد. كما شفتوا 4 كيسان حليب، 4 ملاعق نشا،
وأربع ملاعق سكر. وكما سبق قلت لكم الحلاوة تاع هاد لاكريم أنتم لكم الاختيار، تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا كمية السكر. ونخلطوا كل شيء في حليب بارد باهي تفتح هذاك النشا وما يتكعبرش. نروحوا نحطوه على نار هادئة جدا مع التحريك المستمر. هنا بمجرد ما نشوفوا الخليط نتاعنا بدا يعقد، نضيف 3 ملاعق كريم شانتيه بودرة، وبعدها نضيف كأس من الكريمة السائلة لا كريم فريش ليكيد. نواصل التحريك دائما مع التحريك المستمر. نضيفوا نكهة البيستاش، واللي تحب تضيف ماء الزهر أو ماء الورد تقدر، لأنه هذه طريقة تحضير المحل العادي نتاعنا اللي نحضروه بماء الزهر. فقط زدت لها لا كريم فريش سائلة خاصة بالحلويات، وكذلك بودرة الشانتيه. هنا راح نعمر الكؤوس تاعي بالطبقة الثانية ونخليها تبرد، ونروحو نديرو الطبقة الأخيرة. هنا راح ندخلوها للثلاجة ونخليوها تبرد، هكذا نقدروا نحطوا الطبقة الأخيرة ونكونوا مرتاحين به ما تتخلطش. لازم تشد روحها في الثلاجة على الأقل ربع ساعة. هنا في حمام مائي راح نحضروا الغاناش تاعنا اللي نستعملوا 250 غرام شوكولا بالحليب، أنا نفضل بالحليب في التحلية، ونضيف لها كأس كريمة طازجة سائلة الخاصة بالحلويات. هنا كما راكم تشوفوا وجد الغاناش تاعنا اللي كنا درنا فيه 250 غرام شوكولا مع كأس كريمة كريمة طازجة أو لا كريم فريش الخاصة بالحلويات. البنات اللي راح يسقسوني على الكريمة اللي استعملت هذه الغاناش وشوكولا. ونبدأ الآن نفرغ الطبقة الثالثة. ونزينوها بهذه الطريقة. كانت هذه هي التحلية اللي حبيت نشاركها معكم، نتمنى تجربوها، بنينة بزاف بزاف، ما راحش تندموا. وصلنا الآن لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال إعجابكم، ما تنسوش تجربوها، بنينة بزاف. ما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر.